السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض تدريبات مقال الشعر والشاعر كتاب الأضواء لغة عربية من صفحة 267 إلى صفحة 273. تدريبات الدرس كله. يا ريت يا أبطال ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لك صح وخطأ. بيؤكد الكاتب أن الشعر متمم لحياة الشاعر وليس أساسها، تقول له خطأ. من سمات الشاعر العبقري أنه يكتب لأمته فقط وللعصر الذي يعيش فيه، طبعا إجابة خطأ، وبيكتب لكل الأمم ولكل العصور. الاطلاع هو المصدر الأساسي الذي يغذي روح الشاعر ويحيي ملكاته، صح. الشاعر الذي لا يغرم بالاطلاع بيشبه الماء الراقد الفاسد، صح. بيرى الكاتب أن الاطلاع على أدب الغرب بيضعف خيال الشعر العربي، لا خطأ. الخيال الجليل والمعنى الرائع مرتبطان فقط باللغة وليس بالعقل البشري، خطأ. مرتبط بالعقل البشري. يمكن أن يكون الشعر تاريخيا أو تاريخا للنفس البشرية حسب رأي الكاتب، صح. يرى الكاتب أن الشاعر العبقري هو من يمتاز بالشره العقلي وحب المعرفة، صح. اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر الكاتب أن الشعر أساس حياة الشاعر. يجب أن يكتب الشاعر ليه؟ هتقول له يكتب لمين؟ هتقول له العقل البشري. الذي يحفز ملكات الشاعر حسب الكاتب هو؟ هتقول له الاطلاع. يشبه الكاتب نفس الشاعر بينبوع. حلنا صفحة 267 حبايبي. ننتقل لصفحة 268. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليكم. والله حبايبي بيقول لك الشاعر الذي لا يغرم بالاطلاع مثله، هتقول له الماء العاطن. يعطي الاطلاع الشاعر الجديد في معانيه. يشبه الكاتب الشعر في شمولية معانيه بإيه؟ بالمحيط. يعتقد الكاتب أن الخيال الجليل مرتبط بالنفس. أكمل بما هو مطلوب. بيقولك الشاعر الصميم بيرى أن الشعر إيه؟ هتقوله ليس متمما لحياته بل هو أساسها. كلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحا كان أكثر اطلاعا. الشاعر لا يكون ناقلا بل يكون مفكرا وباحثا. يرفض الكاتب وجود حد فاصل بين آداب الغرب وآداب العرب. الشاعر الكبير بيحتاج إلى تجديد ذهنه دائما من خلال الاطلاع. كيف عبر الكاتب عن أهمية الشعر في حياة الشاعر؟ هتقوله بيستخدمه عما يجول في خاطره وفكره ويعبر به عن أحاسيسه. يبقى يستخدمه عما يجول في خاطره وفكره ويعبر به عن أحاسيسه. طب يلا يا شباب، بيقول لك هل الشاعر بيكتب لأمته فقط؟ وضح إجابتك. هتقول له لا يكتب شعره لأمته فقط بل لكل الناس وكل الأزمان وكل الأمم. ما أهمية الاطلاع بالنسبة للشاعر العبقري من وجهة نظر الكاتب؟ هتقول له بيمنح الشاعر القدرة على التفكير والإبداع وبيعزز قدرته وتعبيره عن نفسه. يبقى بيمنح الشاعر القدرة على التفكير والإبداع ويعزز قدرته وتعبيره عن نفسه. ما الأدوات التي يراها الكاتب ضرورية لتطوير الشعر؟ هتقول له الاطلاع ودراسة حضارات وعلوم وفنون الأمم الأخرى. الاطلاع ودراسة حضارات وعلوم وفنون الأمم الأخرى. لماذا يحذر الكاتب من اتباع حياة الأجداد بشكل أعمى؟ هتقول له لأنه ذلك بيؤدي إلى هلاك الأمم. حلنا صفحة 268. ننتقل ل 269. يلا شباب. قال سيدنا عمر بن الخطاب: الشعر ديوان العرب بهذه الطريقة ألح علي قراءة الشعر العربي وحفظه ودراسته، وإن دارس الأدب العربي ومن له إلمام بحياة العرب يعرف أن الشعر العربي يتحدث عن تاريخ العرب وعن حياتهم الاجتماعية وعمرانهم وعن حروبهم ووقائعهم وعن سفرهم ورحلاتهم وعن منازلهم وأنعامهم وعن طعامهم وشرابهم، فكان الشعر من أنواع الأدب لديهم، وأن العرب شعب لم يترك صغيرة ولا كبيرة من أمور حياته إلا يسجلها في أدبه. كان الشعر في العهد الجاهلي كالصحافة الآن في نشر الأخبار، وكان الشاعر بيذكر في شعره الوقائع والأحداث فتنتشر في المجتمعات العربية انتشار الحريق في الغابة. مرادف إلمام هتقول له معرفة. مضاد نشر هتقول له كتمان. عكس نشر هتقول له كتمان. طب ثواني يا شباب كده. طيب جمع الطريقة هتقول له الطرائق. يتناول الشعر العربي الحديث عنه هتقول له جميع ما سبق طبعا عن حياة العرب. هو بيقول لك كان بيتحدث عن كل حاجة بتدور في يومه كان بيكتبها زي الأخبار بالظبط دلوقتي عن السفر والرحلات وحياتهم الاجتماعية وحروبهم ووقائعهم. يبقى جميع ما سبق. مقولة عمر بن الخطاب بتشير إلى أن دراسة الشعر العربي أمر اختياري ولا واجب ولا غير مطلوب ولا يمكن تأجيله؟ لا ده واجب أهو. ازاي غير مطلوب؟ ده مهم جدا عند العرب. طيب
بيقول لك ان تنتشر في المجتمعات العربية انتشار الحريق بيحتوي التعبير السابق على ايه؟ تشبيه. طيب الغرض من المقال هتقول له ايه؟ هتقول له التثقيف. حلنا صفحة 269 حبايبي، ننتقل ل 270. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. لولا الحياة الشعرية التي يحياها الناس أحيانا لقبح في نظرهم مواجهة الحياة العادية، ولذلك ترى كل حي يهرب من الحياة العادية ويلجأ إلى الحياة الشعرية من أي باب من أبوابها، لأنه يرى فيها ما يريح فؤاده وينفى عنه الملل والضجر. ولولا حب الحياة الشعرية ما وجدنا في الناس كثيرا مما يسعون لتناول ما ينسبهم المعاناة، ما ينسيهم المعاناة والمؤاساة. ولولا حب الحياة الشعرية ما وجد في الناس الشعراء المتخيلون والعابدون المتبتلون. طب بص يا شباب كده، تعالوا كده بيقول لك معنى المتبتلون هتقول له المتفرغون للعباده. مضاد قبح هتقول له جمل. مفرد المتخيلون المتخيل، دي سهله. يرى الكاتب الحياه الشعريه هتقول له مصبره عليها، بتصبر الناس عن ألمهم وأحزانهم ومعاناتهم. عبارة لتمنيت أن أنتقل إلى رحمة الله تعالى بتدل على الضيق منها. استخرج من المقال كلمتين بينهما ترادف هتقول له المعاناة والمؤاساة. المعاناة والمؤاساة. تعبير مجازي هتقول له يلجأ إلى الحياة الشعرية من أي باب من أبوابه، حيث صور الحياة الشعرية بأنها مبنى له أبواب وبيلجأ له الشاعر. تاني هات لي تعبير مجازي من الفقرة، هتقول له بيلجأ إليه الحياة الشعرية، بيلجأ إلى الحياة الشعرية من أي باب من أبوابها. هل الشعر أصلا ليه أبواب يا شباب؟ هتقول له صور الحياة الشعرية بمبنى له أبواب بيلجأ إليها الشعر. للحياة الشعرية أثر في حياة الناس وضحها، تقول له بتنسيهم المعاناة والمؤاساة وتصبرهم على الحياة العادية. يبقى الشعر بيعمل إيه في الناس؟ بينسيهم المعاناة والمؤاساة وبيصبرهم على الحياة العادية. خلاص يا أبطال، حلنا صفحة 270. ننتقل الى صفحه 271. ما تنسوش تدعموني بلايك، اكون متشكره جدا ليك. حط اللايك للفيديو، يبقى انت كده بتساعدني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائك وزمايلك والكل يشاهد الفيديو بامر الله والكل يستفاد. يلا بينا يا حبايبي، يلا بعد قراءة الفقرة عشان ما اطولش عليك. معنى تمجيد هتقول له تعظيم. مضاد سعادة هتقول له شقاء. مفرد الشعراء الشاعر. هم مشارق شموس الحكمة هتقول له ده تعبير مجازي. فلنمجد الشعراء كل تمجيد، ده اسلوب انشاء وامر صح وخطأ. تأثير الشعر في الانسان بسيط ومحدود، حتى يعني بالمفهومية، حتى لو ما قرأتش قطعة هتقول له خطأ طبعا. يحب الكاتب الشعراء حبا جما ويقدرهم صح. يرى الكاتب ان للشعر فضل على الانسان اهو. بس بيقول لك هنا ايه؟ وللشعر الفضل الاول في نبوغ الانسان وارتقائه ووصوله لهذه المكانه الباهره من التفوق والكمال. يبقى دي اجابه السؤال رقم ج. خلاص يا شباب، حلنا صفحه 271. ننتقل بقى ل 272. اختبر نفسك بعد قراءة الفقرة صح. بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. مرادف امتزجت اختلطت، أنا ما يعني حتى لو بيقول لك كده امتزجت كل المكونات يعني اختلطت كل المكونات. مضاد تشجع يعني تظبط أو توحي. طيب هنا بيقول لك مفرد مناحية هتقول له إيه؟ مناحاة. طيب الغرض من المقال التثقيف. نفهم من المقال السابق ان الشعر متطور بيقبل الجديد. توحي به روح الجماعة. اشرح التعبير المجازي هتقول له حيث صور الروح بأنها إنسان بيوحى بأشياء، أو صور الجماعة بأنها إيه؟ روح الجماعة. لا، هي هتقول له تصوير الروح بإنسان يوحي بأشياء. ما تعريف الشعر من وجهة نظر الكاتب؟ أنا عملت لك عليها فوق. قال لك الشعر ده تأليف الكلام على نحو يفيد القارئ والسامع معاني الجمال والإجلال أو الجلال التي يراد التعبير عنها، والشعر تعبير عن الأمال والميول والغامض المبهم اللي بيحتاج إلى إيضاح. دي إجابة السؤال رقم ج. حلينا كده صفحة 272. ننتقل ل 273. بعد قراءة النص أو النشيد بيقول لك مرادف الظهر يعني الزمن. معنى الظهر اللي هو الزمن. مضاد المادحون عكسها الزامون، واحد بيمدح عكسها واحد بيذم. طيب مفرد راقه هتقول له راون. مفرد رواه هتقول له راون أو راوي. راون أو راوي، لو جت لك راوي اختارها برضه. دلالة أهي، بصوا اللي هي دي أو دي. دلالة قول الشاعر إذا قلت شعرا أصبح الظهر منشدا هتقول له شعره بيؤثر في الناس. علاقة أصبح الظهر منشدا هتقول له دي نتيجة. ما غرض الشاعر في هذه الأبيات هتقول له الفخر بشعره. الفخر بإيه؟ بشعره. ماذا يطلب الشاعر من المخاطب وما حجته هتقول له أن ينشد شعره لأنه أفضل شعر وباقي الشعراء بيقلدونه. هو شايف كده.
طيب هنا بيقول لك الصدق من صفات الأنبياء والصالحين. الصدق جت في أول الكلمة، إذا هي مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة، ويجب الحرص عليه في كل شؤون الحياة. يبقى الحياة مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة، وهو يهدي. يهدي دي فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة. إلى البر ويثاب المرء عليه من ربه ثوابا، فاجعله دربك في الحياة رغبة في أن تنال الثواب العظيم. استخرج من الفقرة خبر وحدد نوع، هتقول له من صفات، ودي خبر شبه جملة جر ومجرور. ضميرين هتقول له هو، وده ضمير بارز منفصل. والمستتر هتقول له تنال، والضمير المستتر هتقول له انت في تنال بعد الفعل تنال، وهو بعد الفعل يهدي. مفعول لاجل هتقول له رغبة. فعل لازم هتقول له يجب، واخر متعدد هتقول له تنال اهي في ان تنال الثواب. طيب صوب الخطأ، السائقان يقودون. طب يقودون دي للجمع، انما السائقان دي مثنى، فانا عايزه اصحح يقودون، اقول له السائقان يقودان بمهاره. طيب اجعل كلمه دفاع، ده اللي خطأ يا شباب على فكره. اجعل كلمه دفاع مفعول لاجل في جمله من عندك. فانا كل واحد يكتب جمله بقى اللي تعجبه. انا كتبت هنا يقف الاب في وجه اللص دفاعا عن بيته. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تدعموني بلايك حلو منكم كده، واشتراك في القناه. اكون متشكره جدا ليك. يا رب ينجحكم جميعا يا رب. نفسي كلكم تنجحوا بامر الله، وان شاء الله كلكم هتنجحوا بامر الله وباذن الله. مع السلامه حبايبي.